وتاني يوم وينسداي بتنضم لنادي الفروسية، وأول قتال ليها بيكون قصاد بيانكا، ولكن الماتش بيطول ما بينهم وبيوصلوا إن هما يتعادلوا، فبيقلعوا أقنعتهم وبيقولوا اللي هيعور التاني الأول هو اللي هيكسب، وبيكونوا متعادلين في الأول لكن في الآخر بيانكا بتكسب وهي بتعور وش وينسداي. ووينسداي طالعة من عند الممرضة بعد ما بتخيط وشها، بيكون هيقع عليها طائر متحجر ولكن خفير بيلحقها، وبعد ما بترجع لأوضتها بتاخد بالها إن في حد بيراقبها، فبتقوم وتدور في الشقة بتلاقي الشيء، وهي بتعرف إن أهلها هما اللي باعتينه، وبتمسكه تهدده بالحبس في الدرج الأبد لو نقل أي خبر عنها لأهلها، فبيضطر يوافق. وبسبب حوار أسماك البيرانا اللي في أول الفيلم، وينسداي بتضطر تحضر جلسات علاج نفسية، وبتوديها نظيرة المدرسة لاريسا لمدينة جيريكو